السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاي لكم قصة جديدة. شاور والقيصر. انتقام القيصر من شاور لما راح دمر العربية بتاعته وشال السكن بتاع منصة كيك، وهو واخوه والمصور بتاعهم سيد واخوه بوكا راحوا دمروا شاور. يا هلس يا هلس. ولما راحوا دخلوا الفيلا متخفيين عشان محدش يعرفهم ولا يشوفهم ان هم داخلين الفيلا. دخلوا بشكل المخلوق المرعب. ما شافش القصة القديمة هنحكيها في اخر الفيديو، بس تعالوا نشوف ايه الاول. ايه القيصر عمله في شاور؟ شال سكن الجديد وبوظ العربية هو واخوه والمصور سيد. طبعا زي ما شفنا كان بوظ له عربية، جابها على الأرض وفساله الكاوتشات بتاعتها. واللي معرفش القصة القديمة تعالوا نعرفها مع بعض. هي ايه؟ هنحكي جزء منها وجزء في الجزء التاني اللي هو رد شاور على القيصر. عمل له ايه؟ هما دخلوا متخفيين الفيلا. هشرح لكم دخلوا ازاي. دخلوا متخفيين لابسين شكل المخلوق المرعب اللي هو شاور كان عامل عنه لابسين شكل المخلوق المرعب ودخلوا بيه عشان محدش يعرفهم هو واخوه. تعالوا كده نحكي القصة القديمة للي محدش يعرفها لسه. يلا بينا. شفنا لما الدرع بتاع ال10 مليون وصل لشاور، جابوله وعايز يعمل عنه فيديوهات، فراح في ساعتها اختفى، اتبخر، ما بقاش في الفيلا. مين اللي سرقه؟ القيصر دخل سرقه في وسطهم. هم عملوا التحقيقات بتاعتهم، اللي هم شاور عمل التحقيقات بتاعته يعني كده، ولغاية ما عرفوا فراحوا فكلموا جيكا. قالوا له ما تعرفش مكان الحسن والحسين؟ فراح بعت لهم اللوكيشن. راحوا وهما ساكنين بعيد جدا. راحوا ليه وخطفوا حسين، وراحوا متخفيين في لبس مدرسة وخطفوا حسين وكتفوه. باور كان وراح للحسين وكتفوه، والقيصر كان مستخبي جوه، قاعد جوه في الأوضة، واتصل بالحسن قال له اطلع بسرعة أخوك هيموتوه. فراح طلع اتفق معاهم وقال لهم هنعمل تحدي، وشاور عمل معاه التحدي وشاور هرب في الآخر عشان كان العقاب ان هو يحلق شعره، ولو ما حلقش شعره يخسر العقاب. فراح شاور هرب على طول. شاور هرب في اخر دقيقة. ولما راح شاف كده لما خلص التحدي مشي. وتعالوا بقى نرجع للقصة الأولانية اللي احنا حكيناها في أول فيديو. رد شاور بقى عليه، بس ده في جزء تاني. قيصر بوظ له عربية، وانتوا عارفين عمل كده ليه، وخد درع ال10 مليون بتاعه بتاع التيك توك ومعلقه. شاور ما كان معلقه عنده، فهو خد الدرع بتاعه ومش هيرجعه. وحتى في وزارة الشباب والرياضة المؤتمر اللي كانوا عاملينه خد منه الجايزة اللي هما كانوا مديهنها له، وقال له لما ترجع لي الدرع. طبعا شفنا الصورة بتاعتهم اللي هما تصوروها، وكانت حاجة غريبة ازاي اتصوروا مع بعض. وده كان قيصر، كان واقفين الاتنين كانوا واقفين جنب بعض في المؤتمر لما كانوا مجمعين كل اليوتيوبرز. ويستنوا الجزء التاني ان شاء الله هينزل على القناة. متنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. رد شاور على القيصر بقى لما شاف العربية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، والسلام.